ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج ايه الجديد على راديو 90 هواها مصري. وصلنا بقى لفقرة هاشتاج ميوزك، الفقرة اللي كلكم بتحبوها واللي دايما في بداية الفقرة كده بقولك انت لو في عربيتك عليك كاسيت قوي قوي قوي، ولو في البيت البس السماعات واسترخي كده واسمع. النهاردة محضرة لكم مفاجأة من العيار التقيل. جايبه لكم بقى مين؟ جايبه لكم 2 من المطربين الجامدين جدا جدا جدا، الأقرب لقلبي أنا، الكابو حميد الشاعري والفنان هشام عباس. أحلى دويتوهات سمعناها يا جماعة في التسعينات، أنجح دويتوهات سمعناها وما زالت ناجحة وما زالت بتسمع قوي قوي قوي. غزالي، طبع غريب، حلال عليك، حاجات كتيرة قوي 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 لينا معاها ذكريات حلوة قوي، ومن اكتر الاغاني اللي بنسمعها. دلوقتي احنا معانا مفاجأة جامدة جدا، معانا على تليفون النجم الكبير سوبر ستار هشام عباس عشان يحكي لنا بقى دويتوهاته مع الفنان الكابو حميد الشاعري. ونقول الو. الو، اهلا وسهلا يا فندم، نورتنا. اهلا وسهلا. مبسوطة قوي بحضرتك معانا في برنامج ايه الجديد. انا كمان والله مبسوط جدا، بس عايز بس صغنن كده عايز اعمله لك يا داليا. اتفضل. غزالي كانت مصطفى قمر وحميد الشاعري، انا غنيت مع حميد عيني. عيني، صح كده. ايوه صح عيني. كده. معلش بقى، معلش هي حقك عليا، هم كلهم يعني اغاني حلوه قوي، دوتوهات حلوه قوي، ولينا ذكريات حلوه قوي معاها. انا مش زعلان ولا اي حاجه، بالعكس انا بصحح المعلومه بس والله. طبعا اغنيه عيني كانت دويتو هايل طبعا. طيب انا عايزه بقى اسال حضرتك تحكي لنا كده عن الفتره دي والدويتوهات اللي عملتوها مع بعض في فتره التسعينات. والله يعني حميد كل الشغل اللي معاه مليان قصص ومليان حكايات، كل اغنيه ليها قصه وكل دويتو ليه قصه وكل حاجه. يعني من اول دويتو حلال عليك كان قصه جميله. ده كان اول دويتو تعملوه مع بعض. انا عارفه ان انتوا اصدقاء، بس ده كان اول دويتو تعملوه مع بعض. ده كان اول دويتو نعمله مع بعض. كان لسه في بدايه معرفتي بحميد يعني. بعد ما عملنا مع بعض اغنيه الله يسلم حالك، هو كان عاملها لوالده وغناها لي، وقال لي هشام انت بتغني في امريكانا شو، تحب تاخد الاغنيه دي تغنيها في امريكانا شو؟ قلت له يا سلام طبعا احب. قال طب يلا، وجاب الحاجات بتاعته وجاب الناس بتوعه وكل حاجه في الاستوديو، وقعدنا وعملنا الاغنيه بتاعت الله يسلم حالك ونزلناها في الالبوم بتاع امريكانا شو. والاغنيه ضربت طبعا. وبعد كده عملنا مع بعض حلال عليك، وكانت طبعا دويتو كان جميل وصورناه خطير طبعا وعملناه. كان برضه حاجه جميله، كتبها عادل عمر ولحنها حميد ووزعها كمان وعملت طبعا الحمد لله جو كويس قوي مع الناس. هي الكيمياء اللي موجوده بين حضرتك والكابو حميد الشاعري ما اتكررتش. يعني متعتونا في فتره كبيره وما زلتوا. يعني الحقيقه انا حضرت حفله العالمين السنه اللي فاتت، من انجح الحفلات اللي اتعملت ومن احلى الاغاني، وشفتكم انتوا بتغنوا مع بعض كيمياء خطيره، ما حدش عارف يعمل التوليفه دي تاني. الحمد لله. طيب احنا عندنا فقره اسمها حكايه اغنيه، عايزه حضرتك تحكي لي كده عن دويتو مع الكابو حميد الشاعري، يكون ليه حكايه معاكم انتوا الاثنين. والله بصي انا هقول لك حاجه، كل دويتو عملناه ليه قصه. يعني مثلا عيني كانت القصه ان هو قاعد بيشتغل على الاغنيه هو وعنتر هلال وكلمني لاني عيان وعندي برد ومش عارف ايه وبتاع، قال لي هشام انا بعمل اغنيه حلوه وعايزك تيجي عشان تغني معايا فيها وبتاع. قلت له بس انا عيان يا حميد. قال لي طب تعالى اسمعها حتى. رحت وقعدت سمعت الاغنيه. طبعا عيني كانت جميله جدا، لكن على الخاطر لكان في النية. ايوه كمل حضرتك ارجوك. فانا قلت له طب بس يعني انا ايه، يعني انا طبعا مش هغني دلوقتي. قال لا انت ممكن تاخد جايد بس دلوقتي كده عشان ايه نبني واحنا بنعمل الاغنيه نبقى عارفين يعني هشام هيعمل ايه وكده وبتاع. فدخلت غنيت جايد وبس. هو ده الجايد اللي انا غنيته، هو اللي وما زلنا وعملوا يا حبيبي ازاي كده. ده انا كنت تعبان. قال لي طب اسمع هتلاقيه تحفه، هتلاقيه حلو قوي.
فاخدناه، وبعدين بعد كده قعدنا 5 ايام نصور الاغنيه بتاعته. كانت بقى تصوير وقصه، والبنت المليونير هربانه من باباها، وهو عارض $1,000,000 مش مشي علشان نلاقيها، واحنا بقى بتوع البرايفت ديتكتيفز اللي بيدوروا عليها، ولغايه ما يعني ولقيناها وعملنا معاها الاغنيه، كانت حاجه كسرتوا الدنيا وما زلتوا مكسرين الدنيا وما زالت الاغنيه. طبعا العريان بصراحه طبعا يعني عمل اخراج تحفه في الاغنيه، وعمل الوان تجنن، عملنا رقصات وعملنا حاجات حلوه قوي، كانت بجد حاجه جميله يعني. طبعا. وبعدين بعد كده كل ما يجي واحنا بنشتغل بقى في الالبوم بتاعي، كل الالبوم مليان قصص، واغنيه احمد منيب بتاعت من طفولتي اميرتي، واغنيه لما العيون الحلوه من الفولكلور الليبي، واغنيه طبعك غريب اللي هو دي الملحن بتاعها. دي كانت في ألبوم نجوم الشرق صح كده؟ ايوه تمام اتفضل. نجوم الشرق 1 وكان مصطفى البتير ده مطرب وملحن ليبي، عامل زي مثلا عندنا هنا زي مثلا احمد طه. عارف احمد طه؟ طبعا عارفه. يعني مصر جميله خليك فاكر مصر جميله لا 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 بس ليبي بقى. بس ليبي بقى. الراجل صوته جهوري وصوته جامد وكده، وانا بقى عجبني جدا. كنا بنسجل له حاجات في الاستوديو، وحميد كان بيوزع له حاجات، فانا مبسوط منه وعمال اغني معاهم وكده. فقال له طب انا هدي لهشام اغنيه، انا عايز ادي هشام اغنيه. فادانا بقى اغنيه طبعك غريب، وانبهرنا بقى انا وحميد. ساعتها بقى قعدنا طبعا اغنيه خطيره، وكانت وقتها جديده جدا جدا علينا يعني. كانت جميله قوي. انا اول مره ساعتها اغني بالليبي بقى. محيرني طبعك غريب، محيرني طبعك غريب، محيرني ليلي ونهاري مسهرني، طبعك غريب غريب غريب، طبعك غريب وكورال بقى يغني. تحفه مبسوطين جدا بالاغنيه. عملنا دويتو بتاع تريو، كان انا وحميد وعاليه اللي كانت بتغني معايا في امريكانا شو. عملنا اغنيه ست الكل طبعا بتاعت الام دي، ست الكل يا ست الكل قلبك فرح وحب الكل. ونزلت على عيد الام، وعملت شغل جميل قوي الحمد لله يعني. وكل بقى الاغاني اللي بعد كده يعني حاجات حميد كتير قوي وزعها لي، عمل فيها التاتشات بتاعته، زي اغنيه شوفي الله بترجعني لذكريات حلوه قوي 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 يعني. ايوه هو بيعمل التوزيعات بتاعته والحركات اللي بيعملها في الاغنيه بتغير في الاغنيه، وبتعمل حاجات جديده وتخلي الناس تتجنن. عارفه اللي هو لغايه اخر حاجه لما كنا بنغني اغنيه زحمه الايام. لما دي كانت من حوالي 2-3 تقريبا. اشرف سالم اتوفى، وسامح العجمي اتوفى برضه، وهم كانوا المفروض هيعملوا الاغنيه هو ومصطفى. وبعدين اشرف سالم كان صاحب ايهاب توفيق قوي، فقال لهم في ايهاب دخل قال لهم انا هغني معاكم في الاغنيه دي. فحميد قال لهم طب خلاص نجيب كمان هشام ويغني معايا، والاغنيه فيها 3 كوبليات بس يا حميد. قال لهم هشام هيغني معايا في الكوبليه بتاعي ولا يهمكم، مفيش مشكله يعني. وعملنا الاغنيه احنا الاربعه ونزلت وعملت فرق، نجحت جدا طبعا. طبعا كسرت الدنيا طبعا صراحه يعني. توليفة مش هتتكرر، وحضرتك ناجح وما زلت ناجح. ويعني انا مبسوطه قوي قوي، رجعت لي ذكريات حلوه قوي، ذكرياتنا الحلوه كلها مع هشام عباس وحميد الشاعري ايهاب توفيق، الجيل الذهبي زي ما انا بقول عنه. مبسوطه جدا جدا. جميل طبعا فتره من احلى ايام حياتنا طبعا. يعني احنا لغايه دلوقتي الحمد لله لما بنتقابل علاقتنا ببعض جميله الحمد لله، واحنا وقريبين من بعض، ويعني نخاف على بعض، ويعني
اصدقاء حلوين وبتنجحوا بعض وكبرتوا مع بعض الحمد لله. طبعا طبعا. الحمد لله. نورتني، ميرسي جدا جدا نجم هشام ربنا عباس، يخليك كنت يا معانا بنت. في برنامج ايه ربنا الجديد. يخليك. متشكره جدا جدا لحضرتك. اشكرك يا حبيبتي. ميرسي جدا، مع السلامه.